السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. ووصفتنا اليوم إن شاء الله غتكون هي البوشنيخة بطريقة جديدة إن شاء الله. كما كتلاحظوا معايا كيجي الشكل ديالها أكثر من رائع وكتجي زوينة بزاف حتى في المذاق. فبقاو معايا إن شاء الله باش غندوزو للمقادير والطريقة ديال التحضير ونبداو بسم الله على بركة الله. عندي هنا واحد الضامة ديال الزعفران وشوية ديال الزعفران الحر. غادي نضيف عليهم 250 مليلتر ديال الحليب اللي غليته باش تذوب ليا هذيك الضامه، وفي نفس الوقت الزعفران يطلق حتى هو المذاق ديالو واللون. وغادي نحطهم على جنب، وغادي ناخذ واحد الكيلو ديال الدقيق الخاص بالحلويات يكون نوعيه جيده. غنزيد عليه هنا 50 غرام ديال اللوز بودره يكون مطحون منيل، هذا كيتباع جاهز. ممكن انكم تطحنوه غير في الدار، تاخذوا 50 غرام وطحنوها وتغربلوها بحال اللي كنديروا في الشباكيه. عندي معلقه صغيره عامره ديال التنافع حتى هو مطحون ومغربل، ومعلقه صغيره عامره ديال القرفه. عندي هنايا ساشي ديال السكر المنكه بزهره البرتقال، وعندي هنايا شويه ديال الملح، شويه ديال المسكه حره مدقوقه مع شويه ديال السكر، تقريبا 3 حتى 4 ديال الحبات. وعندي ساشي ديال الخميره كيماويه ديال الحلويات من وزن 8 غرام. وعندي هنايا واحد 250 غرام ديال الزبده حيوانيه من نوع جيد، كندوبها حتى كنحصل على زبده نوازيت او بوغ نوازيت. غادي نخلط كاع هاد النواشف بهذا الشكل هذا، وغادي نضيف هنا 50 مليلتر ديال الزيت النباتي او نص كاس ديال اتاي، كاس صغير. وغادي نضيف الزبده ديالي اللي دابت كما قلت لكم بوغ نوازيت. كنطيبوها حتى كيتحيد منها الحليب وكتبدا بحال كتولي اللون ديالها شويه اسمر، كتعطي واحد المذاق رائع لاي حاجه كنديروها فيها الصراحه. ممكن انكم ديروا المارغرين ولكن كيبقى المذاق يعني البوغ نوازيت كيعطينا واحد المذاق زوين بزاف. صافي غادي نبقاو ندخلوا هذيك الزبده في الدقيق حتى غيولي بحال هكا مرمل. وغادي ندوز باش غادي نضيف السوائل. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الخل، وعندي واحد 50 مليلتر ديال الماء الزهر او نص كاس ديال اتاي صغير. وغادي نضيف الحليب اللي كيكون دفا، وغادي نجمع العجينه ديالي عادي بالطريقه المعتاده. راه كتجمع دغيا، ما نحتاجوش نديرو معاها شي مجهود او نديروها في العجانه. فاش كنبسو الدقيق بالزبده كيكون ساهل علينا اننا ندخلو فيه السوائل وكتجي العجينه رطبه يعني كتجمع لينا بسهوله، وما كنحتاجو لا ندلكوها لا حتى شي حاجه. وانا هنا للامانه زدت 2 المعالق ديال الحليب، وكيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق باش خدمته، حيت كتختلف من ماركه لماركه. شوفوا نتوما على حساب، ممكن تجمع لكم غير بربع ديال الحليب وممكن تزيدوا 2 المعالق حتى ل3. صافي منين جمعت العجين هنا غادي نحاول انني نديه ونجيبو غير شويه، ما غاديش ندلكو، ما نحتاجوش نديرو معاه حتى شي مجهود. فقط غنحاول ندمج هذيك العجينه مزيان مع بعضياتها. وهنا غنوريكم القوام ديال العجينه تكون شاده في راسها شويه، ماشي قاصحه وماشي عاود مرخوفه ومطلوقه. صافي هنا غادي ندوز باش نقسمها مباشره، ما خليتها لا ترتاح لا حتى حاجه. غنقسمها مباشره، وانا قسمتها على 14 حصه. من الاحسن تقسموها على 14 باش تحصلوا على نفس العدد ديال، يعني يكون عندكم نفس القياس. صافي غندوز دابا غادي ندير ليها هاد الطريقه اللي كنديروا المعتاده اللي ولفنا نديروها في الشباكيه. كنسرحوا هكا العجينه باش كتقاد ما كيكونوش عندنا فيها هذوك لي شوت اللي كيبقاو يشيطوا لينا من الجناب وهذا. فغادي نسرحها غير مره واحده وغنتنيها على بعضياتها كما كتلاحظوا في الفيديو، وغنسرحها شويه صافي. وغادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى غنكمل القطع كاملين اللي عندي. هاد الطريقه كتسهل عليا الخدمه باش كدوز خطره واحده في آلة التوريق، ما كنبقاوش نديروا العجينه وتشيط لينا ونعاودوها. نتمنى انه يكون واضح. صافي هنا من بعد ما كملتهم كاملين كندير لهم السلوفان باش ما تنشفش ليا العجينه. وغندوز مباشره نبدا في التشكيل ديال البوشنيخه ديالي. كناخذ القطعه
ديال العجين، وكنحاول انني نسرحها بالطول، ما كنعطيهاش العرض بزاف، كنسرحها بالطول كما كتلاحظوا. الفيديو راه كيشرح نفسه. وهنايا كندير شويه ديال النشا باش يعني ما تلصقش ليا في سميتو. هي العجينه راها شاده في راسها، ولكن كنديروا احتياط، كنديروا شويه ديال النشا وغادي ندوزوها هنايا في آلة التوريق. بالنسبه للآلة ديالي انا دوزتها في النمره 3. المهم ما تكونش في هذاك الرق اللي كندوزو فيه الشباكيه، كتكون غلط منه شي شويه، حيت الا كانت رقيقه كتجينا هذيك البوشنيخه معوده وما كتجيش زوينه، والا كانت عاود غليظه راه غادي تجينا معجنه وما غتعطيناش النتيجه اللي بغينا. صافي هنا من بعد ما دوزتها في الآلة ديال التوريق، الا جاكم الشريط طويل قسموه على جوج. بالنسبه للمبتدئات ما ديروش كامل هذا الشريط، ممكن تقسموه على جوج وتخدموا بشويه بشويه. صافي هنا غادي ندوز باش غندوزها في البلاصه ديال السباغيتي بشويه. ما كنحاولوش نعوجوا العجينه، كنمشيو يعني كنخليوها مقاده كما كتلاحظوا معايا، وحنايا كندوروا. انا راه قاديتها غير بوحدي، راه ممكن تصايبوها بوحدكم بلا ما يعاونكم فيها حتى شي واحد. غير كتوصلوا لافان ديالها بحال هكا وكتدخلوا يديكم وانتم كدوروا وكتشدوا العجينه، ما تخليوهاش تهبط كامله. صافي هنا كنشد الخيوط ديالي كاملين، وهذوك اللي طاحوا راه من بعد انا غادي نهز منهم اللي هما مزيانين وغادي ندخلهم وسط الخيوط اللي عندي هنايا. غنسرحها بهذا الشكل، وهادو اللي طاحوا راه غادي ندمجهم حتى حاجه ما كتضيع، كلهم كندخلهم. عاد كنبدا نقطع في البوشنيخه ديالي. صافي هنا كناخذوا شي مسطره ولا شي اداه باش كيجيونا كلهم متساويين. انا درت فيهم 12 سنتيم 12 سنتيم كيجيو نيشان، واحد العبار اللي هو يعني مقدود، وفي نفس الوقت كنخليو ليها اتساع فين دوك الشعيرات ديالها كتدخل ليهم الزيت، ما كتجيش الدوره مزيره ديال البوشنيخه. صافي غادي نقطع هنايا القطع ديالي. لاحظوا معايا هنايا الخيوط راهم مفرزين ما لاصقينش على بعضياتهم، فكنبرم القطعه ديال البوشنيخه وكنزيرها من الجنب بهذا الشكل هذا. ضروري نسدوها مزيان باش ما تحلش لينا في القليان، وضروري يكونوا الخيوطه مرخوفين كما كتلاحظوا معايا باش كتدخلهم الزيت في القليان وكيدخلهم الطياب وما كيجيوناش معجنين نهائيا. غنعاود معكم واحده اخرى كنبرمها، واخا تكون شي قطعه خارجه بحال هكاك شي خيط راه ماشي مشكل، كلشي داكشي كيتسودا في الطياب ما كيبان حتى شي حاجه في الاخر. نعاود معكم واحده اخرى كنلويها وكنسدها من الجوانب ديالها. الا لاحظت بان العجين كثير عندي في البلاصه فاش سديت فراه كنقصو وكنسد مزيان. كما قلت لكم العبار ديال 12 سنتيم كتعطيكم واحد يعني كتجي هكا مهويه وعندها فين يدخل ليها الطياب. الا درتو قل مثلا 10 ولا 9 راه غادي تجيكم لاصقه على بعضياتها، ما غاديش تجي زوينه. لاحظوا معايا الشكل ديالها كيجي رائع، كتجي زوينه بزاف بزاف. كنزير مزيان من الجناب وغنستمر غادي نكمل حتى غادي نكمل القطعه ديالي كامله ديال العجينه. غنعاودها معكم هنايا عن قرب، كنلويها وكنسدها. الا ما فهمتوش يعني الطريقه غتعاودوا المقطع، لانني لا عاودت عاوتاني غيجي الفيديو طويل وما بغيتش نطول اكثر من هكا. لاحظوا معايا كيفاش كتجي زوينه بزاف. وراه هادو هما لي شوت اللي كيبقاو لينا، راه ما كتبقاش لينا بزاف ديك الزوائد ديال العجين. كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوها كامله. كتجي قياس واحد كما كتلاحظوا معايا، كلها قد وكنخليوها تنشف واحد 6 سوايع. من الاحسن انا خليتها ساعتين فقط مع التصوير. صافي ودرت الزيت ديالي باش كتسخن وغندوز مباشره باش نقليها. كنوجدوا حدانا كلشي، الصفايات ديال الزيت، كنوجدوا الكسكاس، العسل ديالنا، كلشي كيكون حدانا قريب. طوغشون باش غنمسحوا الزيت باش ملي كنكونوا كنقليو على خاطرنا وما كنتستريساوش في الخدمه. صافي غنبدا على بركه الله في القليان. الزيت كتكون سخونه، الزيت بطبيعه الحال خصها تكون نوعيه جيده. كاع المقادير الا كانوا نوعيه جيده فالنتيجه في الاخر كتكون زوينه.
صافي هنا غادي نبدا نرمي البوشنيخه ديالي باش تقلى. ما كنقيسهاش نهائيا، والعافيه كتكون مهيله. في الاول كتكون سخونه، ملي كنرميها صافي كنقص العافيه ديالي وكنبقى مقابلها حتى كتطلع للفوق. هنا راه غير مزربه الفيديو، ولكن راه ما قصتهاش حتى بانت ليا بانها كلها طلعت للفوق. وكنبقى كندور فيها بحال هذا الشكل هذا باش كتاخذ ليا لون موحد، وما كتجيش جهه طيبه وجهه محمره وجهه تكون هكا بيضاء. لا، خص القليان يكون كله موحد ويجي اللون كامل كيف كيف. راه كتاخذ شويه ديال الوقت باش كتحمر لينا، ولكن كنشدو معاها الخاطر باش كطيب لينا حتى من الداخل، وكيجيونا هذوك الخويطات من الداخل حتى هما محمرين وداخلهم طياب كما كتلاحظوا معايا. صافي ملي كنحصلوا عليها بهذا اللون هذا، لاحظوا معايا اللون كيفاش مذهب وزوين. غادي نهزها من المقله وغادي نصفيها من الزيت مزيان. وديما كما كنقول لكم ديروا طورشون ولا بحال هكايا لي سيرفييت باش كنمسحوا داك الفائض ديال الزيت ما كيطيحش لينا في العسل وكيعمر لينا بالزيت بزاف. لاحظوا معايا اللون كيفاش مذهب وزوين. صافي غنرميها مباشره في العسل. واحد الملاحظه بالنسبه للعسل في البوشنيخه، ضروري نسخنوه، ما نخليوهش بارد. الا خليناه بارد فهي كلها غادي تهرس. صافي وغادي نستمر في القليان ديالي. غنرمي الطرحه الاخرى اللي موراها. بانت ليا الزيت بانها سخنات، لابد انكم تنقصوا من العافيه. نتوما عينيكم على الزيت، تكون دائما درجه الحراره ديالها يعني متوسطه باش طيب لينا حتى من الداخل. صافي وغادي نستمر، غادي نعسلها بهذا الشكل هذا. وانا كنقلي الكميه اللي بقات ليا، وما كنحيدش يدي من التحراك باش كيجيني كما قلت لكم. كنأكد باش يجينا الطياب متساوي وكتجي موحده في اللون ديالها. وغادي نرميوها في العسل كما كتلاحظوا معايا. كنكملوا الكميه كامله، راه دغيا دغيا، ما تخلعكمش نهائيا. راها ساهله هي على الشباكيه، واخا كتبان هي راه صعيبه ولكن هي راه ساهله بزاف. غير ننظموا الوقت ديالنا يعني ونخدموا بشويه علينا، راه كلشي كيمشي هو هذاك. صافي هنا بالنسبه فاش غنهزوها من العسل، من الاحسن تهزوها هكا بالمعلقه بجوج حبات بثلاثه باش ما تهرسش لينا، لان هي حساسه شويه. فنهزوها غير بالقياس ولا نهبطوها هكا بايدينا بحبه بحبه باش كنحافظوا على داك الشكل الزوين ديالها. لاحظوا معايا هنا كنوريكم كيفاش كتجي زوينه ما شاء الله. كيجي الشكل ديالها اكثر من رائع. صافي هنا غادي نستفها كامله في الكسكاس. لاحظوا معايا الشكل ديالها واللون موحد. وغادي نستمر حتى نكمل كلشي هذيك الكميه اللي عندي. وغادي ندوزو باش غادي نزينوها. انا زينتها غير بشويه ديال اللوز ايفيلي، ما بغيتش نضيع في الصراحه الشكل ديالها كيجي زوين، ما بغيناش نضيعوا الشكل. فهنايا استفتها في الطبق ديال التقديم وزينتها غير شويه ديال اللوز ايفيلي. ممكن ديروا اللي بغيتو، ديروا لوز مهرمش ولا بيستاش ولا اللي بغيتو، ممكن زنجلان. وكتجي على هذا الشكل البوشنيخه ديالي كتجي اكثر من رائعه الصراحه. راه الشكل ديالها كيعبر عليها، ما نحتاجش انني نبقى نشكر فيها. كتجي يعني قمه في الروعه تبارك الله. راه العسل ديالها شاد فيها وكتجي طيبه من الداخل، والمذاق رائع وواحد الهشاشه فيها، وفي نفس الوقت يعني واحد القوام فيها بداك اللوز مع النكهه ديال الزهر والقرفه والمسكه. فمن الاحسن ما ديال الفاني في الصراحه ما كتعجبنيش، ولكن الا جربتوا هذه الوصفه ديالي انا متاكده انها غتنال الاعجاب ديالكم. لاحظوا معايا الشكل اكثر من رائع. كنتمنى ان هذه الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله وتنجحوا فيها. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ فكديروا يعني هكا علبه بلاستيكيه وكديروها في يعني طبقه ديال المعسله وطبقه ديال بابي سولفيريزي وكتسدوا عليها. من الاحسن الكونجيلاتور باش كنحتفظوا بهذه المعسلات.
وهنا راه نسيت ما صورت لكم الفيديو كيفاش يعني المقطع كيفاش كتجي من الداخل، حتى دازت يومين على يعني على التصوير. ولاحظوا معايا كيفاش العسل باقي شاد عليها وكتجي معلكه وطيبه من الداخل، داخلها الطياب، وكتجي رائعه جدا. كتجي من اروع الوصفات ديال البوشنيخه اللي ممكن انكم تجربوا. لاحظوا معايا كيفاش كتجي معلكه وهشيشه وكتذوب في الفم. كنتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. خليوا لي الراي ديالكم في التعاليق والتجارب ديالكم، ونتمنى ان الفيديو يعجبكم، ونخليكم هنا حتى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. يلا بسلامه.